السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن انك ازاي تزود متابعين الانستجرام، وحرفيا بطريقه جامده جدا. والطريقه اللي انا هتكلم فيها دي عن طريق مشاهده الاعلانات. انت بتشاهد اعلان مقابل ان انت تاخد متابعين، والحوار ده اشبه بحوارات كتير قوي ولكن مش في مجال المتابعين نهائي. بجد بجد هتستمتع بتجربه مختلفه تماما عن برامج التانية زي توب فولو او اي برنامج تاني، مع احترامي طبعا للبرامج التانية لانها مشهوره، ولكن البرنامج ده حرفيا جامد قوي. وانا ذات نفسي جربته لانه برنامج جديد مش معروف، واظن 3 4 بس في الوطن العربي كله اتكلم عنه. فيا ريت لو انت شفت الفيديو ده عندي اعمل لي شير او قول اسمي حتى في الفيديو، يعني خليك جدع عشان ما اطولش عليك. لايك للفيديو كده حلو، اشترك في القناه واعمل كومنت حلو علشان الكومنت بتاعك هظهره الفيديو الجاي ان شاء الله. وشكرا جدا على الدعم الجميل اللي بتقدموه في القناه. يلا بينا نبدا الفيديو النهارده على طول. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. لو عايز تشتري اعداد اكبر شويه كلمني على الواتساب ده وانا هظبط معاك الكلام. ويلا بينا. طيب مبدئيا كده اول حاجه هندخل عليها وهو البرنامج ده من افضل البرامج زي ما قلت لك في اول الفيديو كده، واعتمدها مني كلمه. اول حاجه هتدخل على الرابط، طبعا تحمله هتثبته، هو ده البرنامج. تمام. بوست يور انستجرام فولورز، ان انت تقدر تزود متابعين الانستجرام عن طريق واتش فيديو او مشاهده الاعلانات، او انك انت تعمل زي ما تقول كده يوتيوب داونلودر، على طبعا من خلال مشاهدتك للاعلانات دي بتديك عدد نقاط فوق هنا. تمام. وبعدد النقاط تقدر ان انت تعمل متابعين، لايكات، كومنتات، مشاهدات انستجرام. وفي نفس الوقت برضو تقدر ان انت تحمل فيديوهات من اليوتيوب ببلاش، طبعا عن طريق النقاط. طيب ازاي بيدو نجمع النقاط عشان نزود متابعين؟ علشان انت جاي النهارده تتكلم معانا عن زيادة المتابعين. واحدة واحدة كده وصلي على النبي واضغط على واتش ناو. تمام. من خلال واتش ناو دي هيجيب لك اعلان زي ما انت شايف كده اهو، وهيبدأ ان هو بعد ما يجيب لك الاعلان هتتفرج عليه لاخره. يعني زي ما انت شايف كده ده اعلان، وطبعا انا خافي الاعلان ذات نفسه وخافي محتوياته، علشان الاعلان اصلا ما ينفعش ان انا انظره في الفيديو. بس اهم حاجه انه بضغط على علامه الاكس اللي فوق على الشمال دي. تمام. هو اعلان عادي على فكره، اعلان ما فيهوش اي حاجه، بس هو الفكره انه غلط يعني. بس دي الفكره. انا زي ما قلت لك هتبدا تضغط على العلامه اللي فوق دي، تمام، على علامه الاكس دي. بعد ما يخلص خالص 3 ثواني متبقيه هتبدا تضغط على 3 ثواني ديت تم منح المكافاه. وبالشكل ده كده بيقول لك ان انت عايز تجمع نقاط تانية، اضغط على مور كوين. وبرضه نفس النظام هيجيب لك نفس الاعلان، وهكذا بقى بتبدأ ان انت تجمع عدد نقاط لا حصر له ولا عدد زي ما انت شايف. بس اهم حاجة انك انت تفضل تتفرج على الاعلانات، وهيجيب لك على كل اعلان من 100 ل 200 نقطة، طبعا على حسب الاعلانات اللي بتجيلك، وفي نفس الوقت برضه على حسب شغلك على الموقع او على البرنامج. تمام. طبعا هننتظر معاه، بيقول لك هنا انه متبقي 5 ثواني بس. وبعد كده هتضغط على علامة الاكس اللي فوق على الشمال علشان يوجهك بعد كده على المكان اللي من خلاله تزود عدد المتابعين. قول له ليتر. احنا هنا جمعنا 200 نقطة زي ما انت شايف كده، وهنجمع عدد نقاط محترم جدا جدا وبكل سهولة وبكل بساطة عن طريق مشاهدة الإعلانات بس. بيجيب لك إعلان لتطبيق معين، من خلال الإعلان ده انت بتتفرج عليه، وبعد كده بتدوس سكيب بعد ما الوقت يخلص كله. طب يا بيدو هما بيستفيدوا ايه؟ يعني مثلا انا لو اتنصب عليا في الموضوع ده، او البرنامج مثلا ما بعتليش، هو مش من مصلحته انه ما يبعتلكش، من مصلحته جدا انه يبعت لك العدد بتاعك. لو انت مثلا طالب منه 100 200 1000، اوريدي هو بيكسب فلوس من مشاهدتك للاعلانات. فبعد ما هو يكسب فلوس من مشاهدتك للاعلانات بيبدأ ان هو ياخد نسبته في الربح، ويبدأ ان هو يزودك من برامج، من مواقع، ايا يكن. طبعا زي ما انت شايف 300 نقطة. بتبدأ ان انت تجمع بنفس الصيغة دي وبنفس المنطق وبنفس كل اللي انا بتكلم فيه ده. تمام. هي دي الطريقة الوحيدة اللي انت تقدر تجمع من خلالها في التطبيق ده. ماشي. التطبيق كويس جدا. انا ذات نفسي استخدمته، هستخدمه قدامك، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اشرح الحاجة بالتفصيل بحيث ان انت تبقى فاهم الموضوع وفاهم الفكرة ماشية ازاي. بس كده. تمام. يبقى انت هتعمل ايه؟ اول حاجة هتجمع نقاط عن طريق مشاهدة الفيديوهات. تاني حاجة هنجمع نقاط وارجع لكم من تاني بعد الاعلان ده بحيث ان انا ما اطولش عليك، وابدا ان انا اقول لك ايه بقى، ازاي تزود متابعينك، ازاي تزود مشاهداتك، ازاي تزود لايكاتك، وهكذا. مش عايز تكمل وعايز تمشي اضغط على كلمة ليتر بالشكل ده، ويبدا ان هو يجمع معاك. معانا 400 نقطة. خليني مثلا اجمع عدد نقاط محترم كده وارجع لك على طول، بحيث ان الفيديو برضو ما يطولش، وفي نفس الوقت اشرح لك الحاجة يكون شرح وافي كده وسهل وبسيط بالنسبة لك. طبعا زي ما انتم شايفين كده جمعت حوالي 2000 نقطة. من خلال ال 2000 نقطة دول هنزود عدد متابعين كويس جدا. طيب احنا هنا جمعنا زي ما انتم شايفين، هنبدأ ان احنا نضغط على جيت انستجرام لايك اند فولورز. وبعد كده هيودينا على الواجهة اللي بعد كده اللي هو القسم الثاني الخاص بريديم سوشيال لايكس او السوشيال ميديا في العموم. تقدر بقى تزود انستجرام
او يوتيوب او تيك توك. تمام. طيب يا بيدو، بناء عن ايه ان احنا نقدر نزود التطبيقات دي وبكام نقطه يدينا كام متابع وكام لايك وكام مشاهده؟ ركز معايا. مبدئيا هنا انت عندك كام؟ عندك 2000. وهنا برضه تقدر انت تغير ما بين التطبيقات. انت مثلا هنا عندك الانستجرام بيقول لك ان انت تقدر تاخد 10 لايكات ب 500 نقطة، وهنا تقدر تاخد كومنتات 10 كومنتات ب 6000 نقطة، وهنا تاخد عدد 10 مشاهدات للفيديو ب 1000 نقطة بس. 100 مشاهدة ب 1000 نقطة بس. تمام. طيب احنا مش عايزين لا كومنتات ولا لايكات ولا مشاهدات، عايزين متابعين. هنعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله هتضغط على فولورز بالشكل ده كده، وهتبدأ ان انت تختار. هنا بيقول لك ال 10 متابعين ب 2000 نقطة وال 30 متابع ب 6000. تمام. وعلى فكره تجميع النقاط مش صعب على قد ما هو مجاني، والمتابعين بتوصل لك بسرعه. تمام. طيب خلينا هنا ان احنا نزود للاكونت. تبدا بس تضغط على اللي هي العلامه دي، اقول لك انتر يوزر نيم. حط بس اليوزر نيم لو انت بقى ايه مش عايز ان انت تجيب رابط الاكونت. بيدو اندرسكول حسن زيرو، وابدا اضغط على كلمه ستارت. تمام. ده لو انت مش عارف تجيب رابط الاكونت وتخلص الكلام وما توجعش قلبك على الفاضي. زي ما انت شايف كده 2000 نقطه، هضغط على العلامه دي وهيقول لي ايه هنا؟ هياخد مني ال 2000 نقطه طبعا. وبس كده يا باشا، الاوردر بتاعك بقى تمام. تقدر انت تزود على اكونت وهمي، وتقدر برضه انت ايه ما تحطش الاكونت بتاعك وباليوزر بس، زي ما انا برضه حاطط لك في العنوان وفي الصوره المصغره. تمام. تمام. طيب ازاي نتابع الطلب بتاعنا؟ هتيجي هنا على كلمه اوردر دي، وهتيجي هنا هتختار الانستجرام. زي ما انت شايف كده بيقول لك جيت 10 فولورز. طبعا تقدر ان انت تجمع نقاط مره تانية، والبرنامج ده بصراحه كويس جدا. بس عيبه ان هو الاعلانات اسعار النقاط فيها قليل شويه، مع انهم بيكسبوا مبالغ كويسه كمان. تمام. ان شاء الله اشوف لكم برامج من النوعيه دي كده تكون خفيفه. خلينا بس نخلص الشرح ده علشان فعلا البرنامج يستاهل ان انا اتكلم عنه. طبعا هنحدث الصفحة أكتر من مرة لحد ما العدد يزيد معانا. في خلال من 5 ل10 دقايق العدد كله بيكمل وبيتبعت لك على الحساب بتاعك. بس عشان المصداقية في الكلام أنا مش عايز أقفل الفيديو كتير. تمام. هو أنا قفلته بس حوالي 50 ثانية بالظبط، ما كملتش الدقيقة. خلينا نخش على انستجرام كده ونحدث الصفحة بتاعت المتابعين. تمام أهو بص، تم الإرسال أهو. بص بيبعت لك أهو 2 متابع. حدث الصفحة هيجي لك ال10 كاملين، المتابعين كلهم هيجوا لك كاملين. ماشي. وطبعا انت على حسب بقى تجميعك، انا مش بقول لك جمع 10 بس، لا، على حسب تجميعك للنقاط وتزود عدد المتابعين زي ما انت عايز. انا ال 2000 دول جمعتهم في 15 دقيقة تقريبا. تمام. اللي هو ال 2000 نقطة دول ممكن تتجمعهم بأسرع من كده، النت عندي اصلا يعني كان الله في العون. انت فاهمني. بس فاستنى لغايه ما المتابعين كلها توصل، لان هو لسه ما بعتش حاجه. حتى بيقول لك هنا ايه 0 ل10، لازم يقول لك 10 من 10 عشان يبدا ان هو يقول لك تمام انت كده وصل لك كل الشغل. بص شايف؟ تحدث الصفحه كده بيجي لك المتابعين واحده واحده كده هيوصلك كلهم يعني. بس اهم حاجه ان انت تتمهل وتجمع نقاط بنت سريع. ده كل الموضوع. تمام. بس يعني المتابعين على فكره شكلهم حقيقي كمان، وحاطين صور، وفي متابعين كمان ايه زي ما انت شايف كده اهو. مش فيك يعني، الناس بتسجل بحساباتها. ده اللي مخليني بصراحه صابر على البرنامج وصابر على تجميع النقاط فيه، ان هو بيديك متابع حقيقي. ماشي. ومتابع اجنبي يعني برضه في نفس الوقت اهو، روسي اهو، ولا مش عارف الماني. بس فالشغل كله حقيقي زي ما انت شايف. تمام. والتوفيق للجميع ان شاء الله. وبيبعت لك العدد كمان زياده عن ال10 متابعات، مش بيبعت لك 10، بيبعت لك اكتر بكتير. وبس ده كان كل حاجه. اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.